نود في هذا المشهد الفيديو البسيط الجزء الخامس إلقاء إطلالة خاطفة حول سرطان القولون والمستقيم ومتلازمة لينش. قد تتجاوز نسبة الأورام الغدية المتقدمة 20%. يزيد كل من السمنة واستهلاك الكحول من خطر الإصابة بالأورام الغدية، كما تلاحظ آفات مسننة بمعدلات متفاوتة حسب الدراسات قد تصل إلى 12%. لا تسمح البيانات المتاحة حاليا باستنتاج وجود اختلاف كبير في معدل الإصابة بالأورام الغدية بناء على الجين المصاب. تعد سرطانات الفترة الفاصلة التي تحدث بعد تنظير القولون مصدر قلق حقيقي في مراقبة متلازمة لينش، حيث تبلغ المعدلات التراكمية المنشورة حديثا حوالي 5% على الرغم من المراقبة المثلى. كانت هذه المعدلات أعلى في السابق. تشمل الأسباب عدم كفاية تحضير القولون والاستئصال غير الكامل للسائل وعدم الالتزام بفترات المراقبة. ومع ذلك تحدث غالبية سرطانات الفترة الفاصلة حتى بعد تنظير قولون كامل أو وعالي الجودة. لم تظهر دراسة أوروبية فرقا كبيرا في اكتشاف سرطان القولون المستقيم أو مرحلة الاكتشاف أو معدل البقاء على قيد الحياة بين جداول مراقبة تنظير القولون والمستقيم أو كل 1-2 سنة أو كل 2-3 سنوات. تشير هذه النتائج بالإضافة إلى بيانات رصدية أخرى تشير إلى أن تقليل الفاصل الزمني لتنظير القولون إلى أقل من 2 لا يحقق فائدة سريرية إضافية. يختلف خطر الإصابة بسرطان القولون المستقيم متلازمة لينش تبعا للجين المتأثر، حيث يكون أعلى لدى حاملي طفرات MLH1 و MSH2 وأقل لدى حاملي طفرات MSH6 و PMS2 حتى مع المراقبة المنتظمة. إلى اللقاء في حلقة مقبلة. أملنا أن تبات هذه المعلومات مفيدة. إلى اللقاء. تابعونا في جو بهيج ومرح. إلى اللقاء.